His technique starts with his stance. 自不量力吗？不是，你打不到核桃，你能打到核桃？ On a Newton's cradle, if there's too much space between the balls or they collide at different angles, energy is lost. And this is... Wow. 你打不到核桃。 这样是手刀啊！你们看一下手刀，手刀也是这样，这是寸劲发力，这样是寸劲发力，这样就不是寸劲发力了啊！我给大家看一下寸劲的发力啊！肯定呢，寸拳里面最经典的，寸劲里面最经典的肯定是寸拳啊！大家看一下寸拳跟这两种的区别啊，唯一的区别就是寸拳是拳锋。 发力的方式是一样的啊。寸拳的话就打两块砖就可以了啊。寸拳呢是我最喜欢的。لو قابلت اي مدرب وقال لك ان اللي شفته ده مش حقيقه ودي كلها خدع، فاعرف ان ده سببه حاجه من اتنين ملهاش تالت، يا اما ده من جهله اصلا وهو مش فاهم ده ايه، فاسهل حاجه ان يقول لك ان دي مش حقيقه، او من احراجه لا تقول له طب تعرف تعمل تقنيه من التقنيات دي يا كابتن، فيقول لك ما اعرفش، فالاسهل له واسرع مخرج ليه في الكلام ان يقول لك ان دي اشتغاله ومش حقيقه. بس انا احب اقول لك ان كل المشاهد اللي انا عرضتها لك دي ما فيهاش مشهد واحد فيه اي خدع او تزييف، دي كلها حاجات حقيقيه 100%. المهارات اللي انتوا شفتوها دي يا شباب مهارات متقدمه جدا، من اساسياتها تقنيه الانش بانش. حد يقول لي طب ما كتير هنا يا كابتن في مصر بيعرف يضرب الانش بانش بس مش واصلين للمرحله دي. انا معاك، بس خلينا متفقين ان الناس دي مش خوارق ولا حاجه، هو الفرق الوحيد ما بينك وما بينه هي في كلمه واحده بس، عارف ايه هي؟ الاستمراريه. التدريب المستمر لاي حاجه يا جماعه بيبقى مفعوله عامل زي السحر بالظبط، بدليل ان في الفيديوهات اللي انا عرضتها لكم معظم الناس اللي بيطبقوا المهارات دي سنهم صغير مش كبار، ولكن بيعاملوا التدريب معامله الاكل والشرب. يعني ايه يا كابتن؟ يعني لا يمكن يعدي 24 ساعه من غير ما يكون اتدرب، يعني انت رغم اي ظروف ورغم اي ضغط لازم كل يوم تطبق التدريب اللي انت حاطه لنفسك في الجدول الرياضي بتاعك من غير اي اعذار، تحت اي ظرف وتحت اي ضغط. يعني انت مثلا مهما كان عندك مشغوليات ومسؤوليات وضغط في اليوم، ينفع يعدي عليك 24 ساعه من غير ما تكون اكلت ولا شربت؟ بالتاكيد لا. اهو احنا بقى لو عملنا التدريب معامله الاكل والشرب بنفس الطريقه هنبقى في حته تانية خالص. طب يا كابتن احنا عرفنا ان الموضوع محتاج تدريب مستمر واحنا جاهزين ومتحمسين من كلامك ده، طب نبتدي ازاي؟ بص يا سيدي، في ابلكيشن ممكن تنزله من على موبايلك ممتاز جدا اسمه انش بانش تريننج. الابلكيشن ده هيمشي معاك خطوه خطوه، هيبدا معاك من تحت الصفر، هيعلمك ازاي تبدا من الاول خالص وازاي تعرف تضرب ضربه الانش بانش حتى لو انت ما كنتش ممارس لاي فن قتالي قبل كده، وهيشرح لك كل تمرينه ايه وظيفتها وبتشتغل على ايه، بخلاف انه هيوضح لك المده الزمنيه لكل تمرينه وتقعد فيها قد ايه. بالتدريج والتدريب المستمر هتلاقي كل يوم مستواك بيتحسن يوم عن التاني، ساعتها بقى اوعى توقف، كمل وخليك مستمر، هتلاقي نفسك في حته تانية خالص. بحترمكم جدا واوعدكم دايما بالمزيد، اشوفكم على خير.